كما أود أن أعبر لكم جميعا عن شكري وامتناني لتمكين بلدي من تنظيم دورة 2025 لكأس أفريقيا للأمم، والذي نعتبره تشريفا نعتز به وتكليفا نقبله بكل جدية ومسؤولية والتزام. فلن أذيع سرا إذا أخبرتكم أن تنظيم هذا الملتقى القار الهام يحظى بتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون سبيسيال. المغرب كيوجد كاس افريقيا 2025. والفيديو ديال اليوم غادي نشرحوا بزاف ديال الحوايج طراو البارح، خصوصا بداك الافتتاح اللي كان خيالي وبزاف ديال الناس هضروا عليه. وبهذه المناسبه موجد لكم واحد السلسله ديال الكاف اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله، هي انني في كاس افريقيا غادي نديروا واحد البرنامج اللي يكون خاص بالكاف ونبقاو نبارطاجيو فيه البيوت اللي غادي يكونوا، نديروا تغطيه ديال الماتشات اللي غادي يكونوا في الرباط، نحاول نعطيكم واحد الصوره اللي قريبه من الماتشات ديال المنتخب. هادشي علاش ما تنساش اننا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا محتاج الدعم ديالك باللايك حيت كتسيبورتيني بزاف، وكما ديما بزاف ديال الناس كيتفرجوا في الفيديوهات ديالنا وما كيديروش لنا سبسكرايب، حتى هي راه كتعاون بزاف، كتبين لي باللي راه المحتوى اللي كندير مزيان وغادي في الطريق الصحيح كالعاده. ولا بغيتي تتواصل معايا ولا تعطيني معلومات، هذا هو انستغرام ديالي وباج فيسبوك، راه كنحط فيهم ديما المحتوى اللي عنده علاقه بالفيديوهات اللي كندير في يوتيوب. غادي نهضروا على القرعه ديال البارح ونديروا توقعات ديالنا للمنتخب المغربي، وعاد غادي نشوفوا النظام ديال الاقامه الجديد اللي غادي تكون سمعتي عليه بزاف وما فهمتيش السيستم ديالو كي داير. اخر حاجه غادي نشوفوا التيرانات اللي غادي يكونوا واجدين لهاد البطوله والسيستم ديال الماتشات كيفاش غادي يتلعبوا. البارح كانت القرعه ديال كاس افريقيا ديال 2025 اللي غادا تنظم في المغرب، وكان الافتتاح ديالها في مسرح ديال محمد الخامس في الرباط. الصراحه الافتتاح كان واعر بزاف، وحتى التقديم ديالو كان داكشي في الطراز العالمي. اغلبيه ديال الجمهور عجبو داكشي اللي كان البارح، خصوصا الطريقه اللي بريزونطاو بها القرعه. اول حاجه انايا بعدا عجباتني هو الترايلر اللي قادو على هذه البطوله واللي كانت فيه خدمه واعره بزاف، كيفاش بريزونطاو الثقافه ديال المغرب والتقاليد ديال المغرب، وحتى من اللوغو ديال البطوله انه كيبين لك الحضاره ديال المغرب كيفاش دايره والثقافه ديالو. اول حاجه خاصك تعرفها هي ان السيستم راه ساهل بزاف، ماشي شي حاجه اللي معقده، واخا تشوف الجروبات بزاف والسميات ديال المنتخبات داكشي ساهل. كيكون عندنا 54 دوله، هاد 54 دوله كيلعبوا بيناتهم اقصائيات، ديك الاقصائيات كيدوزوا من 24 دوله، وديك 24 دوله كيتنافسوا بعضياتهم وكيشوفوا كل دوله شنو المرتبه اللي غادا تجي فيها. هذه هي المرحله الاولى عندنا. عاد كتجي المرحله الثانيه ديال باش غادي نعزلوا المجموعات، وهما اللي شفتيهم البارح. كيكونوا عندك 4 ديال لي بوط، وكل بوط كيكونوا فيه 6 ديال الدول. البوط الاول كيكونوا فيه دوك الدول الاولين على حساب الترتيب ديال الفيفا. عندك المغرب هو الاول، تابعاه السنغال، عاد مصر، وكنمشيو بداك الترتيب اللي شفتي البارح. كيتبعوا البوط 2 وبوط 3 و4 اللي باقي فيهم كاع دوك المنتخبات 24. يكونوا عندك 4 ديال الناس اللي كيختاروا، كل واحد كيعطيوه بوط وعلى حساب الترتيب العكسي كل واحد كيهز واحد الكره وكتطلع فيها مثلا شي سميه، يعني كيمشيو من 4 حتى ل1. هذا هو الترتيب اللي مشاو به. كنبداو من المنتخبات العيانين وحنا طالعين حتى للمنتخبات الكبار، باش دوك المجموعات يكون فيهم واحد تكافؤ الفرص. كما شفتوا راه المجموعات كاملين تقريبا متكافئين، خصوصا هاد التيرانات اللي موفرين ليهم والجوده ديال الكازون اللي غادي تكون مزيانه وغادي نهضروا عليها في الفيديو. دابا الحاجه اللي عندنا مهمه بزاف هي المجموعه ديال المغرب اللي كانت فيه مالي وزامبيا وكوموروس. هذه هي المجموعه ديالنا. خاصك تعرف واحد الحاجه اللي مهمه، وهذه المعلومه غادي تكون شفتيها بزاف ديال القنوات وبزاف ديال الصفحات، اللي المنتخب المغربي غادي يواجه مصر ولا جنوب افريقيا في الدور الثاني. وهذا الاحتمال بغيت نقول لك بلي راه ضعيف بزاف. علاش؟ لحقاش المنتخب المغربي اللي جا في المركز الاول غادي يواجه واحد من التوالي ديال المجموعه ديال تونس ولا نيجيريا ولا المجموعه ديال الجزائر ولا المجموعه ديال السنغال والطوغو. وإلا جا المنتخب المغربي في المركز الثاني غادي نواجهو الثاني في المجموعه ديال تونس ونيجيريا. وإلا جينا في المركز الثالث الاحتمال الاول هو اننا نواجهو الاولاني في المجموعه ديال تونس، والاحتمال الثاني هو اننا نواجهو الاولاني ديال المجموعه ديال مصر وجنوب افريقيا. هذه هي الحاله اللي غادي نقدروا نواجهوهم فيها. واخا كما قلت لك كان عندي منهم بزاف ديال التخوف، واي منتخب انا خايف منه في الدور الثاني لحقاش يولي تما لعب اخر ديال ضرب طيح كما تنقولوا باللغه ديالنا، وكيخصك تلعب بكاع الاوراق اللي عندك باش تضمن التاهل ديالك في الماتشات كاملين. وما تنساش راه اي منتخب غادي تلعب ضده راه عندك حتى تونس مثلا طحتي معاها ولا نيجيريا، هما راه منتخبات اللي واعرين. خصوصا دابا اي منتخب غادي يبغي يلعب ضد البلد المنظم غادي يحاول يدير واحد لافور اللي كبير بزاف باش يحاول يقصيك. هادشي علاش بغينا الطاقم كامل يكون مركز، لا من الستاف لا حتى اللعابه، وكل شيء يحاول يدير اللي عليه. واهم حاجه هي ان الكاس نعاود ناكد عليها ما خرجش من البلاد، وهذا مطلب جماهيري. اما بالنسبه للبرنامج ديال الماتشات راه ساهل،
غادي يكون عندنا 3 ديال الماتشات في المجموعات. الماتش الاول اللي غادي يكون ديال الافتتاح نهار 21 ديسمبر 2025 مع قوموروس واللي غادي يكون في الرباط، وعاد عندك الماتش الثاني اللي غادي يكون في 26 ديسمبر مع مالي، وعاد الماتش الثالث واللي غادي يكون في 29 ديسمبر مع زامبيا. دابا غادي نشرح لك النقطه ديال النظام ديال الماتشات كي غادي يكون وشنو هما التيرانات اللي غادي يحتضنوا هذه البطوله، موزعين بواحد الطريقه استراتيجيه على 6 ديال المدن، وكل مدينه موفرين فيها واحد المعايير عالميه اللي وافقات عليهم الكاف والفيفا حتى هي باش المنتخبات واللعابه والراحه التامه ديالهم وما يلقاو حتى شي حاجه اللي غادي تبرزطهم. عندنا التيران الاول هو مركز ديال مولاي عبد الله اللي في الرباط، وراه كلشي عارف الاصلاحات اللي كيديروا فيه دابا وكيحاولوا انهم يزربوا باش يقدر يكون واجد في مارس ويتلعب فيه اول ماتش ديال المنتخب. وعاد عندنا مركب محمد الخامس في كازا، مركب ديال فاس، ملعب ديال طنجه، ملعب ديال مراكش وملعب ديال اكادير. يعني غادي يكون عندنا 6 في المجموع، وكما قلنا قبل غادي يكون عندك ملاعب زايدين لكل منتخب باش يقدر يدير التدريبات ديالو. واحد النقطه اللي بزاف ديال الناس ما فهموهاش هي انه كاين واحد 4 ديال التيرانات في الرباط، ملعب ديال مولاي يوسف في تقدم اللي كيديروا له الاصلاح حتى هو، وملعب ديال البريد. بالنسبه للمدينه ديال الرباط غادي يلعبوا فيها 3 ديال الدول العربيه، المغرب والجزائر وتونس، وكل دوله في الدول عطاوها في الرباط التيران اللي غادي تقدر تريني فيه واوطيل. بالنسبه للمنتخب ديال المغرب غادي يكون عنده التيران ديال التدريب هو الملعب الاولمبي اللي غادي يكون قريب للتيران ديال مولاي عبد الله. بالنسبه للجزائر غادي يكون عندنا التيران ديال مولاي يوسف اللي غادي يكون في تقدم. اما بالنسبه لتونس غادي يبقى لها ملعب ديال البريد اللي هاد التيرانات كاملين دابا كيدار لهم اصلاح وغادي بواحد الوتيره اللي كبيره. اما باقي ديال المنتخبات كما قلنا غادي يتوزعوا على المدن ديال المغرب كاملين، وكل منتخب عنده اوطيل ديال 5 ديال النجوم ومركز ديال التدريب اللي غادي يكون خاص به. وكما قلت لك هذه الطريقه هذه استراتيجيه ومزيانه بزاف، كانت طبقات في اليورو الاخراني ديال 2024 اللي تنظم في المانيا. اول حاجه هي انك تقلل الارهاق على اللعابه والمنتخبات اللي غادي ينافسوا، يكون عندهم تيران واحد اللي كيشاركوا فيه في الدوره الاولى. وثاني نقطه هي انك ما كتخليش واحد الضغط كبير على التيران الرئيسيه اللي كيتلعبوا فيها الماتشات. في الاخر بالنسبه لي كاس افريقيا ولا التنظيم ديالها غادي تعطي للمغرب واحد الفرصه كبيره باش يقدر يبين على التنظيم ديالو في المستوى العالمي. والحاجه الثانيه هي اننا عندنا كاس افريقيا في البلاد ديالنا، يعني هذه فرصه اللي ما غاداش تعاود مره اخرى. الا كنتي وصلتي معايا حتى لهنايا ما تنساش تخلي لي كومونتير وتقول لي شنو بان لك في المنتخب ديالنا، واش غادي نقدروا نديو هذه البطوله هذه ولا لا. انا هذا هو الفيديو ديالنا في هذه الحلقه، تهلاو ليا في راسكم حتى الحلقه الجايه.